الوصفه هذه ديال الشامبان زوينه فيها مفعول وكتعطي نتيجه. المهم البنات هذا هو القوام ديالها. وشوفوا سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. وهذا الفيديو لقاكم في امان الله وحفظه. بسم الله نبداو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد ونهار جديد. الفيديو تاع اليوم احبابي خاص بالشامبان. بعد المتتبعات قالك بغاو شامبان بالعشوب. مرحبا احبابي. اليوم غنشارك معكم كيفاش كنستعمل العشوب، ماشي عشوب كاملين، غير شي عشوب اللي حاصلين عندي في الدار. هو راه الشامبان ما محدودينش العشوب ديالو، ماشي كتحدي واحد العشوب اللي كدير، لا، اللي كاين كديري في الشامبان، اي عشبه كانت كديري في الشامبان. المهم البنات اليوم جيتكم بهذا الفيديو ان شاء الله ديال الشامبان، وغندير فيه بعض العشوب اللي هما كيخليو الشامبان بعدا الريحه ديالو كتجي زوينه، فيها ريحه العشوب. وهاد الشامبان، هاد العشوب عفوا، اللي كيداروا في هاد الشامبان كيعطيو واحد الرائحه زوينه، وكيخليو الشعر كيتكاثر بسرعه، وكيوقف التساقطات تاع الشعر، وكيحمي الفراغات الاماميه والصلع الوراثي اللي كيكون عنده صلع الصلع الوراثي حتى هو كيحيدو. المهم كتبان لك النتيجه في ظرف اسبوع واسبوعين، كتبان لك النتيجه. اخوتي كاين بعض الناس اللي كيقول لك كيديروا الوصفه مره واحده او جوج مرات وكتقول لك لا ما باتش لنا النتيجه. راه ما يمكنش. البنات استمروا، اللي بغات النتيجه تستمر، ما يمكنش. راه بحال واحد الشجره بقيتي كتسقيها تعتني بها يوميا، تسقيها وتدوري بها، راه كتبقى تكبر حتى كتعطيك الغله. راه بحال ما هكاك الوصفه ديريها هاد السيمانه وديريها السيمانه الجايه والسيمانه وهذه راه غتعطيك المفعول. غتشوفي الفرق اللي كان في الشعر ديالك او البشره او اي وصفه كانت، كتشوفي الفرق اللي كان. والفرق اللي غيكون واحد الفرق كبير ما بين الماضي والحاضر، يعني ما بين الوقيته اللي كنتي ما كديريش فيها الوصفه والوقيته اللي كديري فيها الوصفه. النصيحه البنات ان بنادم يستمر، اللي يبغى يدير شي وصفه يستمر باش تبان ليه النتيجه. المهم احبابي اليوم انا جيتكم بهذا الفيديو ديال الشامبان اللي هو ولا داير ضجه على اليوتيوب. راه الناس مابقاوش كيستعملوا الشامبان ديريكت تشريه تستعمليه نيشان شعرك، لا، ضروري كتجيبيه وليتي كديري فيه العشوب باش الشعر ديالك يكتر وباش يزيان، وباش داك الشامبان داك الشعر ديالك من مورا دوش كتبقى فيه واحد الريحه ديال العشوب غزاله، كتبقى الريحه زوينه، مابقاش ريحه الشامبان. المهم البنات اللي هما عاملين الكيراتين او عاملين البروتين، لا ما يديروش. البنات نصيحه ما ديروش. انا كنعطي غير الناس اللي ما دايرينش البروتين وما دايرينش الكيراتين هما اللي يستعملوا هاد الشامبان اللي فيه العشوب. واللي دايرين الشامبان اللي دايرين عفوا الكيراتين والبروتين راه معروف الشامبان ديالهم اللي كيديروا. المهم البنات غندوزو دابا نوريكم العشوب اللي غندير في الشامبان ديالي. خليكم معايا، هبط لكم الكاميرا شويه. المهم البنات ها هو تيبان لكم دابا. المهم البنات هذا هو الشامبان ديالي. انا ماشي قلت لكم ديروا هاد الشامبان، لا، اي شامبان كتستعملوه تعملوا فيه العشوب. انا كنستعمل هاد الشامبان هذه راه وافقني، وكنستعمل هاد الشامبان ديال الثومه، هذا وافقني شعري، كنستعمل انا هاد الشامبان. نتوما اي شامبان كان كتستعملوه ديروه، ماشي بخصوص هذا، انا ما كنفرجش لكم ديروا هاد الشامبان. البنات العشوب ها هما انا حطيتهم لكم مطحونين، ما حطيتهمش لكم صحاح باش تعرفوا هما راه معروفين. على المهم انا باش ما نطولش الفيديو حطيتهم لكم مطحونين. المهم البنات هذا المسمار القرنفل هو مطحون، راكم عارفين القرنفل البنات المفعول ديالو اشنا هو، راه حكيت لكم عليه في الفيديو اللي قبل من هذا اللي حطيت، الفيديو السابق تاع الشعر. القرنفل عندي هنا عويشقه كبيره
بونبي ديال القرنفل. هذه الحبه السوداء حتى هي معلقه حتى هي. هنا البنات عندي معلقه ميلونج مخلطه، فيها زريعه الكتان وفيها الحرمل. ها هي البنات زريعه الكتان والحرمل مطحونين، وهذا الحبه السوداء، وهذا القرنفل البنات. هذا القرنفل. هاد كلهم هاد العشوب راه معروفين بان معروفين عند الناس، كيكثروا الشعر وكيف يحميوا الفراغات الاماميه. المهم البنات سمحوا لي قطع لي التليفون. كما شاركت معكم العشوب ها هما، قلت لكم كاين هنا القرنفل، هنايا الحبه السوداء، هنايا زرعه الكتان والحرمل. دابا غندوزو ان شاء الله نخلطوا الشامبان ديالنا. غناخذوا واحد الاناء، انا خديت زليفه وغنخوي فيها هاد الشامبان ديالي. بسم الله. خوي الشامبان ديالي ناخذ القياس اللي غنبدا نغسل به، ما نخلطش القرعه كامله، غير القياس اللي غنخدم به. وغادا ناخذ البنات نحط العشوب في الزلافه ديالي. كنحط السانوج اللي هو الحبه السوداء، وغنضيف عليه الحرمل وزرعه الكتان، وغنضيف عليه الحرمل. المهم البنات سمحوا لي، ما عرفتش التليفون مالو، واش هاد التليفون مابقاش خدام ولا عمار ولا كيقطع ليا. المهم البنات بعد ما ضفت دوك العشوب كاملين في الشامبان، ها هو خلطته. هانتوما ها هو، هذا هو القوام ديالو. شوفوا كي ولا، راه غزاله البنات، غير ديروه. راه هاد الوصفه هذه ديال الشامبان زوينه فيها مفعول وكتعطي نتيجه. المهم البنات هذا هو القوام ديالو. ها هو شوفوا كي ولا، شوف الشامبان كي ولا، درت فيه العشوب كاملين. دابا غندوز نعاود نردو لهاد القرعه ديالو. غندير هاد الدواز هذا باش ما يتخواش ليا في الارض مع الشامبان ثقيل. غندوز نردو القرعه ديالو. المهم البنات اللي طلبوني على الشامبان اللي بالعشوب، ها انا حطيته لكم البنات. اللي بغيتي ديري في العشوب ديريه، بغيتي ديري الورد، الخزامه، الريحان، اي حاجه بغيتي ديريها. المهم البنات راه كيعطي واحد الريحه زوينه، كيخليها في الشعر وكينبت الشعر دغيا بالزربه. ديري الضوء لشعرك وتمشي للحمام تغسلي بهذا الشامبان حتى هو فيه العشوب. راه ما نعاودش لكم البنات واحد النتيجه باهظه غزاله. نتمنى البنات تجربوا هذه الوصفه ان شاء الله ديال الشامبان وتردوا عليا في التعاليق، حيت كيهود غير بشويه دقه ها نتوما البنات بشويه. انا ما بغيتوش يضيع عليا، درت ليه هذا الدواز هذا باش نبقى نهبطو بشويه حسن ما نكبو نيشان، ما غاديش يهبط ليا مع خاطر. المهم البنات هذه هي الوصفه ديالي تاع اليوم، وهذا هو الطلب نفذته المتتبعه ديالي. المهم هذا هو الفيديو تاع اليوم البنات، نتمنى يعجبكم ونتمنى تفرجوا في الفيديو كامل من الاول حتى الاخر، ونتمنى تجربوا هاد الوصفه هذه ديال هاد الشامبان وتردوا عليا حبابي، وما تنسونيش من لي لايك ومن الدعم ديالكم. وشكرا لكم على المتابعه، وشكرا بزاف احبابي. وهذا هو الفيديو، باي باي عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد. واللي بغى شي وصفه ومحتاج شي حاجه يكتبها لي في التعاليق ونعاود نحطها للمتتبعين ديالي. يلا باي باي عليكم، سلامه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.